عملية مهمة جدا ضمن عمليات جراحة أمراض وأورام القولون المستقيم لمريض في العقد الرابع من العمر من محافظة كربلاء العزيزة. كان يعاني من تقرح القولون المزمن، مرض تقرح القولون المزمن لسنوات عديدة، 15 سنة منذ 2010 المريض. هذا المرض مثل ما تعرفون هو مرض مزمن، لم يستجب المريض لكافة العلاجات المناعية، وكان يراجع عدة مراكز. كان يعاني من نزف شديد من القولون ومن الشرج، مع آلام في البطن، مع تغيرات في أنسجة القولون والمستقيم. الحمد لله تم تحضيره تحضيرا جيدا اليوم، وتم استئصال القولون والمستقيم بعملية نوعية وهي الجراحة التنظيرية المتقدمة عن طريق 4 ثقوب صغيرة في جدار البطن. الحمد لله تمت العملية بنجاح باهر.